بتتفرجوش على مقاطع يا جماعه، انتوا اكيد ما بتتفرجوش على افلام. يعني هي ايه يعني؟ البوسه مسكت ايه؟ مسكت ايه؟ حضن، مش عارف جزمه او صندل، بس كل حاجه لازم تتعمل صح. تتعمل صح ايه؟ او انتوا من كوكب تاني واحنا من كوكب اخر ولا في ايه؟ تتعمل صح ايه؟ يعني انتوا تعلموا اولادنا السفاله والقله الادب وتقولوا تتسيف صح؟ اصل انتوا جاهلين. انت بتقولوا ايه يعني؟ ايه يعني لما يحضنها؟ ايه يعني لما مش عارفه ايه؟ يعني ايه ناقص البوسه؟ هو انا كنت بقول لها نامي معايا؟ ايه القرف ده؟ انتوا بوظتوا بناتنا، انتوا بهدلتونا. ولا ده مش عارف ايه وحش والكلام ده. العيله لو قلت لها عيب اقفلي التلفزيون، اقفلي عيب، بتغير الناحيه الثانيه على على الموبايل، على الموبايل. ولو قفلت الراوتر بتاع النت بتروح عامله رصيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مساء الخير يا جماعة، عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معلش أنا آسفة، كنت تعبانة شوية وما كنتش بنزل الفيديوهات اليومين دولت عشان بس إيه، كنت تعبانة شوية. والحمد لله قمنا وربنا عافانا الحمد لله. وقلنا إيه بقى، نقدم لكم جديد في مشاكلنا وحكاياتنا النهارده. اتمنى من ربنا فيديوهاتي تعجبكم ان شاء الله. ايه حكايتك النهارده بقى؟ حكايتنا النهارده مع المخرج هادي الباجيوري، مع الفنانه شيرين رضا. عارفين انتوا طبعا شيرين رضا الجميله ديت اللي كانت متجوزه عمرو دياب. وطبعا المخرج هادي الجيار ده، يعني ايه، هادي الباجيوري، معلش انا اسفه، هادي الباجيوري طلع بيكشف حاجات للاسف للاسف مسيئة لنا ولبلدنا ولأولادنا. انتوا عارفين المخرجين ساعات بيأفوروا قوي في أو فيلم أو مسلسل عشان يضرب ترند أو عشان يجيب إيرادات عالية قوي. يقوموا يعملوا إيه، حاجات كده سخيفة قوي، سخيفة ملهاش لازمة. يعني بيقول لنا إيه بقى، لو انتم ما اتفرجتوش او مش عارف ايه، في غيركم بيتفرج طبعا، يعني غيرنا اطفال بقى وكلام من ده. هادي الباجيوري ده قال حاجات مسيئة لمصر جدا. قال حاجات احنا المفروض نحاسبه عليها، الشعب المصري يحاسبه عليها. بس احنا بقى، احنا اللي غلطانين، احنا اللي بنخلي الاشكال ديت تعمل كده، احنا اللي بنخلي الاشكال ديت تتحكم فينا او تتحكم في اولادنا. ما هو انا نفسي اتفرج على فيلم، مش انا، اولادي نفسهم يتفرجوا على فيلم، والقصه بيجيبوا القصه الاول حلوه، والعيال تبقى خلاص بقى ماشيه مع الفيلم بقى، وتبص تلاقي ايه، حاجات حساسه كده جت في الفيلم. طب ده بنت او ولد، اطفال. يعني احنا هم بيعلموا اولادنا السخافه والسفاله. خلينا من هادي الباجيوري ده دلوقتي خالص، وتعالوا على مين بقى، على الفنانه الجميله الجميله قوي قوي شيرين رضا. شيرين رضا طالعه تقول هي في، انتوا اكيد ما بتتفرجوش على مقاطع يا جماعه، انتوا اكيد ما بتتفرجوش على افلام. يعني هي ايه يعني؟ البوسه مسكت ايه؟ مسكت ايه؟ حضن، مش عارف جزمه او صندل، بس كل حاجه لازم تتعمل صح. تتعمل صح ايه؟ او انتوا من كوكب تاني واحنا من كوكب اخر ولا في ايه؟ تتعمل صح ايه؟ يعني انتوا تعلموا اولادنا السفاله وقله الادب وتقولوا تتسيف صح؟ اصل انتوا جاهلين. انتوا بتتفرجوش على افلام، انتوا بتتفرجوش على مقاطع. ايه ده؟ انتوا بتتباهوا كده ولا في ايه؟ برضو لو انتوا فاكرين في برنامج لشيرين رضا، برضو كانت طالعه تتكلم على بنتها اللي كانوا مطلعين عليها اللي هي عندها توحد. يعني قالت في ايه لما تجرب قبل ما تتجوز؟ يعني ايه تجرب قبل ما تتجوز؟ هتجرب رغيف عيش ولا تجرب طبخه ولا تجرب ايه؟ ايه ده، في ايه يا جماعه؟ طبعا طالعه تتكلم بكل سخافه وكل قله احترام وقله ادب. بعد كده مفيش، معلش انا بطلع اشتم عشان مش عاجبني الحوار، مش عاجبني الطريقه يا جماعه. طريقه وحشه جدا جدا، طريقه سخيفه. سواء هي ولا المخرج اللي هو طالع اليومين دولت بيقول لك هي فيها ايه يعني لما يمسك ايديها، يحضنها، يعبر لها عن حبها. ناقص ايه؟ حاجه صغيره، البوسه. ايه ده؟
ايه اللي ناقص بعد كده؟ بعد الحضن ومش عارف ايه ومش عارف ايه اللي ناقص بعد كده؟ الحضن. ايه ده؟ بكل جبروت وكل بجاحة وكل جراءة بيتكلموا اكنهم بيتكلموا في طبخة، بيتكلموا انا مش عارفة ايه ده. ويقول لك ايه ده، الاطفال الصغيرة اللي سن 12 وسن مش عارف ايه بيتفرجوا على حاجة عادية خالص، حاجة عادي. طب ما احنا بناتنا باظوا، شبابنا باظت. ايوه انت عندك حق، سن 13 سنة باظ، ماسك الموبايل 24 ساعة، همل في مذاكرته، هملت في مذاكرتها، بتاخد مصروفها تحوشه عشان تحط رصيد عشان. صح، انت كلامك صح. 13 ولا 14 بيتفرجوا على حاجات قذرة. العيلة بتحوش مصروفها عشان تحط رصيد عشان تتفرج على حاجات قذرة. ايوه، احنا شبابنا باظت وعيالنا باظوا من الحاجات اللي ملهاش لازمه، اللي بيتفرجوا عليها، اللي انتوا بتشجعوها، اللي انت بتقولوا ايه يعني؟ ايه يعني لما يحضنها؟ ايه يعني لما مش عارفه ايه يعني؟ ايه ناقص البوسه؟ وانا كنت بقول لها نامي معايا؟ ايه القرف ده؟ انتوا بوظتوا بناتنا، انتوا بهدلتونا. فين افلام زمان المحترمه؟ فين افلام زمان يا جماعه اللي ما كانش فيها اللفظ كده ولا كده؟ ايه اللي حصل؟ احنا بقينا مصر بقت عاديه في القذاره، خلاص ما عدناش بنعرف نحكم على اولادنا ولا نحكم على بناتنا، ولا نقول لهم ده عيب ولا ده مش عارف ايه وحش والكلام ده. العيله لو قلت لها عيب اقفلي التلفزيون، اقفلي عيب، بتضير الناحيه التانيه على الموبايل، على الموبايل. ولو قفلت الراوتر بتاع النت بتروح عامله رصيد. يعني بتقول لنا ايه؟ غصب عنكم هتفرج على اللي انا عاوزاه. يبقى من مين؟ من مين؟ من القرف اللي هم بيشوفوه. وبيكبروا دماغ الاولاد، بيكبروا دماغهم، يقولوا ايه ما فيهاش حاجه عادي. شيرين تقول لك ايه يعني؟ ايه يعني بوسه؟ ايه يعني حضن؟ ايه يعني كلام حب؟ ايه مش عارف ايه، بس يتعمل صح. ايه ده؟ ايه في ايه؟ واحنا خلاص اتشال من قلبنا الدين والاخلاق والادب والتربيه؟ ايه احنا مش دلوقتي مش عارفين نحكم على اولادنا؟ مفيش رقابه، مفيش رقابه خالص. العيل لو انت قفلت لي التلفزيون، مش عاوز التلفزيون، قفلت لي الراوتر، معايا نت تاني. ولا قعدنا نافعين في مدارس، كله بقى كله يعني مش عاوز اقول كله باظ. المفروض ان يبقى فيه رقابه على الكلام اللي بيطلع يتقال، يبقى فيه رقابه على الافلام اللي بتتعرض، يبقى رقابه على الالفاظ اللي بتطلع، مش عشان الفلوس والترند ومش عارف ايه نقوم نبوظ حياتنا ونبوظ اولادنا عشان تاخد دولارات كتير وتاخد فلوس كتير. نبوظ شعب مصر كله يا جماعه. يا ريت نرجع زي ايام زمان. حتى المسلسلات، مسلسلات زمان كانت كلها احترام، كله بقى ما فيش خلاص. الله المستعان، الله المستعان، وربنا يهدي، وربنا يهدي، وربنا ياخد الفشله اللي بيولعوا في الدنيا ويولعوا في عيالنا ويولعوا في بناتنا، ربنا ينتقم منهم. قادر يا كريم. وده كان في الدنيا، يا رب يعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك، وما تحرمونيش من اللايكات، وما تحرمونيش بالتعليقات الجميله اللي انتوا بتكتبوها لي، عشان انا بقرا كل التعليقات الحمد لله، وبشوف ارائكم، واحب اعرف ارائكم، واحب اعرف ارائكم في الفيديوهات اللي انا بقدمها. وده كان في الدنيا، يا رب يعجبكم ان شاء الله. وعجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو جديد ان شاء الله.